ابويا ربنا يمسيه بالخير كان دايما يقول لي جمله وانا ماشيه بيها: كل واحد دماغه مريحاه، وانا بقى دماغي مريحاني. مهما جبت سمنه بلدي من بره ومن انضف الشركات وبتكون ممتازه وكواليتي 10/10، ما يجرالي حاجه لو ما عملتش صفيحه القشطه كل اول سنه. لازم اجيب صفيحه القشطه من ام محمد واعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ودي بقى بتريحني نفسيا. اصلا فكره ان انت بتطلعي السمنه بايديكي دي اكتر راحه نفسيه ممكن تجربيها، واللي ما جربش الاحساس ده اكيد فايته كتير. تعالوا نصلي على النبي وارد معاكم على كل الكومنتات اللي جات لي على اللايف وانا بعمل السمنه البلدي. جبتيها منين وبكام وفين وازاي وامتى وليه؟ في الفيديو ده. بس صلوا على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة إن شاء الله أول رجب، كل سنة وحضراتكم بألف خير وبصحة وبسعادة، وكمان أول السنة الجديدة يا رب يجعلها يا رب سنة سعيدة عليكم. كل اللي محققش حاجة إن شاء الله يحققها. عايزة منكم دعوة حلوة واحدة بس في الكومنتات ولكم بالمثل وزيادة. ويلا بينا نبدأ كده ونقول بسم الله. في الأول جبت الصفيحة دي أو الكيس ده من عند أم محمد. أم محمد دي اللي جبت منها السنة اللي فاتت وكلكم قلبت الدنيا عليها، وما شاء الله كل اللي جربها يدخل يكتب لي في الكومنتات. القشطة دي يا جماعة بتكون هي بتيجي من المنوفية، هي بتجيبها كده بتسميها صفيحة. هي بتسمى صفيحة بس هي مش بتيجي في صفيحة، تمام؟ أنا معرفش وزن الكيس وهي قشطة قد إيه، بس هي قشطة بتتاكل كده لوحدها طعمها رهيب. بتبدأي بقى تقسمي القشطة دي على حسب الكمية اللي هتقدري تشتغلي فيها. يعني أنا قسمت صفيحة على مرتين، لو مش هتقدري تعمليها على مرتين قسميها قطع صغيرة واشتغلي فيها. وعلى فكرة ممكن تعمليها في العجان عادي جدا، بس طبعا كميات قليلة. بتبدأي بقى تعجني فيها بالشكل اللي شايفينه ده، عجن دائري كده كأنك بتستخدمي عجينة بالظبط. بتبدأ تفصل معاكي بعد بالظبط 7 ل8 دقايق في العجن. يعني ما شاء الله مش بتاخد مجهود أبدا. أنا حبيت أفصل لكم هنا أوريكم القشطة اللي في الكيس لونها إيه واللي إحنا بنعجنها لونها إيه، لان عشان اوريكم ان هي بتصفر. اول ما بتبدا تصفر معاكي سيكه كده اعرفي ان انت كده ماشيه تمام وزي الفل. بعد بقى ما بتصفر معاكي بتبدا بقى تنزل المرحله اللي بعدها السوائل بتاعتها او الشرش بتاعها، وهي كده خلاص جاهزه للاستخدام. بصوا بقى الشرش ما شاء الله هي كده بدات خلاص، المكنه طلعت قماش يا فوزيه. طيب انت بتجيبي منين يا حوريه القشطه دي؟ انا بجيبها من ست اصيله وجميله كده، اختنا اسمها ام محمد. الست دي اصلا من المنوفيه وبتجيب القشطه دي من المنوفيه. متوفر عندها صفايح القشطه ومتوفر عندها كمان سمنه بلدي بقري وجاموسي. والله يا جماعه وربنا شاهد انه ده مش اعلان ابدا، وما اخدتش من الست دي جنيه، وربنا شاهد ولا تعرف ان انا هصور لها الفيديو، والله العظيم ربنا عالم كده، ولا طلبت حتى مني. انا بشتري الحاجه منها بفلوسي، بس بحب اشكرها واقدرها، لان حته سمنه يا جماعه بتطلع من القشطه دي. انا اتحدى اي واحده هتسيح القشطه او هتسيح السمنه ومش هتدعي لي وهي بتشم الريحه. والله يا جماعه اضمنها لكم برقبتي. اللهم بارك. بصوا بقى الجمال. بدات هنا اكور الكور، كل كوره ربع كيلو علشان اميز لما اجي اوزن. كل 4 كور كيلو، فبدل ما اوزن الكميه كلها بعد كده. للأمانة أنا معرفش الصفيحة كانت كام كيلو قبل الاستخدام، لكن هي طلعت معايا 10 كيلو سمنة وطلعت نص كيلو قشطة. أنا سبت نص كيلو قشطة سادة. السمنة دي كنت بعملها علشان ولادة أختي، ربنا يا رب يبارك لها يا رب في بنوتتها الجميلة هبهوبة. سميتها على اسم يا ولاد هبة الله. أم محمد متوفر عندها لبن فلاحي وكمان قشطة وسمنة بلدي وجاموسي وبقري وسمنة متسيحة، وكمان عندها فطير وكل الحاجات الفلاحي وجبنة قديمة هتلاقوها عندها. الصورة اللي فوق دي ده شكل السمنة وانا بسيحها عند اختي في بيتها. شايفين ما شاء الله دهب، وريحتها يا جماعة والله رهيبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسيب لكم تفاصيل لأم محمد كلها، اي تفاصيل تنفع للتواصل اذا كان واتساب او فيسبوك او رقم تليفون هسيبها لكم كلها ان شاء الله في اول تعليق. كل الناس تدعي لي بعد ما تجرب السمنه دي، والله ما عايزه منكم غير دعوه حلوه. اللي مش عاوز يحط لايك للفيديو ده غير لما يجرب السمنه انا موافقه، واللي يجرب السمنه وما تعجبهوش انا موافقه لو جيتي ولغيتي متابعتي. بحبكم في الله. كانت معاكم حوريه، استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.